حبايب قلبي تانية اعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله بنحل مع بعض اخر تقييم عندك في كتاب الدراسات. قبل ما نبدا طبعا اشترك في القناه ويلا هات كتابك معايا ويلا بينا نبدا يا بطل. طيب السؤال الاول بيقول: لمن ينسب العمل التالي؟ تولى قياده الحمله الفرنسيه في مصر بعد مقتل كليبر. طبعا يا شباب بعد كليبر على طول كان عندنا مين؟ كان عندنا مينو. اذا كان عندنا كام قائد؟ عندنا ثلاثه. اول قائد عندنا نابليون، رقم اتنين كليبر، رقم ثلاثة مين؟ مينو. دلل على صحة العبارة: كان للحملة الفرنسية آثار علمية إيجابية على مصر. طبعا السؤال ده مهم جدا جدا. طبعا يا حبيب قلبي قلت لك إن عندي كام نتيجة؟ عندي أربع حاجات مهمين جدا. أول حاجة تم إنشاء المجمع الإيه؟ المجمع العلمي، والمجمع العلمي كان له دور كبير جدا في نشر المعرفة والثقافة. طبعا كان بيدرس مصر من جميع الايه؟ من جميع الجوانب. رقم اتنين تم اصدار موسوعة وصف مصر، وطبعا الموسوعة دي كانت بتتكلم عن مصر من جميع الايه؟ من جميع الجوانب. كانت طبعا بتتكون من عدة مجلات. رقم ثلاثة تم فك حجر رشيد عن طريق العالم شامبليون، وده طبعا من خلاله تم التعرف على تاريخ مصر الايه؟ تاريخ مصر القديم. رقم أربعة كان في عندي محاولة لشق قناة الايه؟ قناة السويس طبعا، لكن هذه المحاولة فشلت. ده بالنسبة للايه؟ للآثار العلمية الإيجابية. طيب بعد كده يا شباب بيقول لك: ما النتائج التي ترتبت على مقاومة أهالي عكا للحملة الفرنسية؟ إذا ترتب على ذلك فشل الحملة الفرنسية على الشام وعودة نابليون إلى إيه؟ إلى مصر. طيب رقم أربعة بيقول لك: بما تفسر فشل نابليون في السيطرة على صعيد مصر؟ هتقولي طبعا بسبب الحروب والمعارك المتفرقة، أو بسبب مقاومة الأهالي زائد الحروب الإيه؟ المتفرقة التي أنهكت الإيه؟ الفرنسيين. ده بالنسبة لأسباب فشل نابليون في السيطرة على الوجه الإيه؟ على الوجه الإبلي أو على صعيد مصر. بعد كده بيقول لك: قارن بين أحداث كل من معركة شبرا خيط وإمبابة. طبعا يا شباب وجه التشابه ما بينهم إن الأطراف عندي مماليك وفرنسيين. حلو كده؟ هنا بيقول لك الأحداث يعني عايز النتائج. لما أجي أتكلم أول حاجة عن شبرا خيط، إيه اللي حصل؟ قال لك إن تم انتصار الفرنسيين على المماليك، ده رقم واحد. رقم اتنين ان المماليك هيبداوا يرجعوا للايه؟ لامبابه للدفاع عن القاهره. يبقى اذا تقهقر المماليك الى امبابه او جنوبا للدفاع عن الايه؟ للدفاع عن القاهره. اما الامبابه بقى قال لك لما نيجي نتكلم عن امبابه برضه هتقول انتصار الايه؟ الفرنسيين على المماليك، وترتب على ان مراد بيك هيبدا يروح للصعيد، وعندنا ابراهيم بيك والولي العثماني هيبداوا يتجهوا الى الايه؟ هيبداوا يتجهوا الى الشام. يبقى اذا توجه ابراهيم بيك والولي العثماني الى الشام، ومراد بيك الى الايه؟ الى الصعيد. وطبعا اخذوا ما ايه؟ كل ما هو غال ونفيس، وتركوا المقاومه على عاتق اهل البلاد. ده بالنسبه للنموذج الاول. طيب بعد كده يا شباب بنتكلم عن نموذج ب بقى. بيقول لك هنا: لمن ينسب العمل التالي؟ تولى قيادة الحملة الفرنسية بعد عودة نابليون إلى فرنسا. طبعا هنا برضو لما اجي اتكلم بعد عودة نابليون إلى فرنسا هتقول لي كليبر، يبقى إذا ده تاني قائد. حلو، يبقى إذا بعد نابليون عندنا كليبر على طول. بعد كده بيقول لك: دلل على صحة العبارة: كان للحملة الفرنسية آثار سياسية إيجابية على مصر. هنا يا شباب هو عايز الآثار الإيجابية فقط، خلي بالك من النقطة دي لأنها مهمة جدا. هنقول إن نابليون حاول استرضاء الشعب المصري من خلال المشاركة في الدواوين، زي عندنا الديوان العام، ديوان الأقاليم، ديوان القاهرة. وده طبعا ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه إن المصريين أو نبه أذهان المصريين إلى المشاركة فين؟ إلى المشاركة في الحكم. ده بالنسبة لسؤال رقم 2. نتائج مترتبة على تحالف دول أوروبا ضد فرنسا. حلو جدا السؤال ده. طبعا النتيجة قال لك ان هنا رقم واحد: زيادة ضغوط دولة فرنسا او زيادة الضغط على فرنسا، واضطر نابليون الى الايه؟ او اضطر نابليون الى العودة الى ايه؟ الى فرنسا، وترك قيادة الحملة في يد مين؟ في يد كليبر. طبعا فيما بعد كليبر طبعا لم يكن من انصار الايه؟ لم يكن من انصار البقاء. ليه؟ لان طبعا كان عندنا اخطار كتير. طيب هنا بما تفسر بيقول لك: مجيء الحملة الفرنسية على مصر. طبعا الحملة الفرنسية يا شباب وهي جاية كان عندي أسباب معلنة وأسباب غير معلنة، يعني أسباب حقيقية وأسباب كده وكده. هنا بنتكلم على الأسباب الإيه؟ الأسباب الحقيقية. عندنا كام سبب؟ عندنا أسباب اقتصادية وعندنا أسباب سياسية. حاجة بنيجي نتكلم على الأسباب الاقتصادية تقول إن رقم واحد: رغبة فرنسا في السيطرة على طرق التجارة التي تربط الشرق بالغرب، تقليل نفوذ بريطانيا عن طريق قطع الطريق ايه؟ تجارتها مع الايه؟ مع الهند. طب رقم اتنين: رغبة طبعا فرنسا في السيطرة على موارد ايه؟ على موارد مصر، زائد الموقع الاستراتيجي، زائد تحويل مصر لمركز ايه؟ مركز لتجارة فرنسا مع الشرق. اذا استغلال الموارد والموقع الاستراتيجي، زائد تحول مصر مركز لتجارة ايه؟ تجارة فرنسا
مع الشرق. طب ما نيجي نتكلم عن الاسباب السياسيه تقول لي عندي حاجتين اتنين: زياده نفوذ فرنسا في البحر في البحر المتوسط اول حاجه. رقم اتنين تقول لي اقامه امبراطوريه فرنسيه تكون القاعده بتاعتها مين؟ تكون القاعده بتاعتها مصر. ده بالنسبه بالنسبه لاسباب مجيء الحمله الفرنسيه على مصر. بعد كده يا شباب بيقول لك قارن بين نتائج ثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه. حلو جدا السؤال ده. طبعا يا حبيب قلبي هنا هتقول لي ان ثوره القاهره الاولى تم اخماد الحمله الفرنسيه تم اخماد الحمله الفرنسيه او الفرنسيين الثوره عن طريق استخدام العنف. وطبعا تم قتل الكثير من الثوار اول حاجه. رقم اتنين تم دخول الجامع الازهر بالقيود. دي ثوره القاهره الاولى. اما ثوره القاهره الثانيه برضو تقول ان رقم واحد نجحت الحمله الفرنسيه او الفرنسيين في اخماد الثوره. رقم اتنين هدم كثير من المباني. رقم ثلاثة تم فرض الضرائب. ده بالنسبه لثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه. بعد كده يا شباب بيقول لك لمن ينسب العمل التالي تصدى للحمله الفرنسيه في عكا. طبعا يا شباب اللي تصدى للحمله الفرنسيه في عكا هو احمد باشا الجزار. احمد باشا الجزار. اذا مقاومه اهالي عكا بقياده مين؟ احمد باشا الجزار. بعد كده بيقول لك دلل على صحه العباره: كانت للحمله الفرنسيه اثار اقتصاديه ايجابيه. هنا طبعا بنتكلم عن الزراعه والتجاره والصناعه. اول حاجه بنيجي نتكلم عن الزراعه يا شباب، اول حاجه تقول لي كان عندي تنوع المحاصيل. رقم اتنين لاهتمام بمشروعات الري وادخال محاصيل جديده زي البن وقصب السكر. اما لما نيجي نتكلم مثلا عن الصناعه تقول ان رقم واحد تم انشاء مصانع للنسيج والدباغه زائد حروف الطباعه. خلي بالك كمان ان هنا كانت الصناعه بالنسبه لي كان الفرنسيين فقط، يعني المصانع كان فيها الفرنسيين فقط حتى لا يتسرب اسرار الصناعه. نيجي نتكلم عن التجاره تقول ان رقم واحد تم فتح اسواق جديده في شمال افريقيا. رقم اتنين في البحر الاحمر ودارفور، واخر حاجه بلاد الحبشه. ده بالنسبه للاثار الاقتصاديه الايجابيه. طيب بعد كده بيقول لك ما النتائج التي ترتبط على تدمير البريطانيين للاسطول الفرنسي في خليج ابيكير. طبعا السؤال ده مهم جدا جدا. هتقول ان رقم واحد تم قطع الاتصال بين الحمله الفرنسيه وفرنسا في اوروبا. رقم اتنين فبالتالي طبعا ما عادش فيه امدادات، يبقى قطع الامدادات ما بين الحمله الفرنسيه وفرنسا. مما بعد ذلك هيترتب على ذلك ان نابليون هيبدا يتم فرض الضرائب على الاهالي وقيام ثوره القاهره الثانيه. بعد كده بما تفسر رغبه كليبر في مغادره مصر. طبعا في الوقت ده كليبر مسك الحمله بعد مين؟ بعد نابليون. ولما مسك الحمله كان عندنا تعدد في الاخطار، يبقى اذا هنا تقول لي بسبب تعدد الاخطار التي كانت تهدد الحمله الفرنسيه. عندي 3 اخطار مهمين جدا. اول حاجه تناقص اعداد الجنود. رقم اتنين ثورات المصريين. رقم 3 طبعا حصار بريطانيا للشواطئ الشماليه. بعد كده بيقول لك صنف في جدول اسباب الحمله الفرنسيه الاسباب حقيقيه واسباب غير حقيقيه. طبعا يا شباب اول حاجه بنيجي نتكلم عن الاسباب الغير حقيقيه تقول لي عندنا 5 حاجات. اول حاجه حمايه الرعايا والتجار الفرنسيين. رقم 2 اقامه حكومه وطنيه. رقم 3 التخلص من حكم المماليك الظالم او تحرير مصر من حكم المماليك. رقم 4 ادخال المظاهر المدنيه المدنيه الحديثه وتامين مصالحهم التجاريه. طيب دي الاسباب الغير حقيقيه. اما الاسباب الحقيقيه طبعا الاسباب الاقتصاديه اول حاجه قلت لك طبعا ان عندي رقم 1 السيطره على طرق التجاره اللي بتربط الشرق بالغرب وتقليل نفوذ بريطانيا عند مرورها الى الهند او اثناء تجارتها مع الهند. رقم 2 الاستفاده من موارد مصر وموقعها الاستراتيجي وتحويل مصر الى مركز تجاره فرنسا مع الشرق. الاسباب السياسيه عندنا سببين 2. اول حاجه زياده نفوذ فرنسا في حوض البحر المتوسط، تعود طبعا عن فقدان مستعمراتها اثناء حروبها او صراعها مع بريطانيا. رقم 2 اقامه امبراطوريه فرنسيه تكون القاعده بتاعتها مصر. طبعا كده طبعا نكون خلصنا حل التقييم. حاول بقدر الامكان تشترك في القناه علشان باذن الله الفتره الجايه احاول انزل مراجعات مهمه جدا جدا. هنحل امتحانات، هنراجع اهم الاسئله اللي باذن الله هتلاقيها في الامتحان بتاعك. فقبل ما تقفل كده اشترك في القناه واوعى تنسى تصلي على سيدنا محمد. سلام.